المطلوب منك في الدرس ده كله انك تعرف ايه هو قانون مور، ايه هي شبكات التواصل الاجتماعي، ايه هي التجاره الالكترونيه، ايه هي العمل عن بعد، ايه هي التعلم عن بعد اللي هو التعلم اللي هو الاونلاين ليرنينج، ايه هو الدفع الغير نقدي. دي المصطلحات اللي هيجي لك منها الامتحان. دي المصطلحات اللي يقول لك عرف كذا عرف كذا عرف كذا عرف كذا، او يجي لك اختيارات ويقول لك اختار حاجه منهم. هل مثلا الدفع كذا 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 حاجه غير نقديه والكلام ده، هل هي الدفع الغير نقدي او التعلم عن بعد او العمل عن بعد او التعلم عبر الانترنت؟ فانت تختار الدفع الغير نقدي. فده شكل الاسئله، واحنا هنتدرب على شكل اسئله كتير قوي، فما تقلقوش يعني. نسيبنا من السلايد دي حاجه تاسيسيه. نخش بعدها تطور التكنولوجيا او تاريخ التكنولوجيا. احنا عندنا 5 مراحل اساسيه. اول حاجه الاربعينات والستينيات، وبعد كده السبعينات والثمانينات، من الاربعينات للستينيات اللي هم ال 30 سنه دول، وبعد كده هناخد المرحله اللي بعدها اللي هي السبعينات والثمانينات، وبعد كده التسعينات لوحدها، و2000 من 2000 ل 2010، ومن 2010 ل 2000 لحد دلوقتي. تمام، هم 5. واحده واحده معايا، وكل مرحله لازم نحفظ هي فيها ايه وايه اللي ترتب عليها. بمعنى اصح، اول حاجه عندنا بيقول لك ظهور الحواسيب الالكترونيه والصمامات المفرغه. ايه هي الصمامات المفرغه؟ هشرحها لك بالتفاصيل قوي قدام. بس حاليا اول حاجه عندنا من الاربعينات للستينيات، ايه اللي حصل فيها؟ اول حاجه انتشار الحاسوب او ظهور الحواسيب الالكترونيه، اللي هي ايه؟ الانياك. الانياك ده كان عامل زي ايه؟ احنا عندنا مثلا اوضه كامله ده فيها حاسوب واحد بس، وكان شكله كبير، فمتخزن بقى في دواليب وسيرفرات وقصص كتيره كده عشان يعرف يشتغل اصلا. هنشرح كل ده كمان شويه، ما تستعجلش معايا. فالمطلوب منك دلوقتي في الجدول ده اول حاجه من الاربعينات للستينيات ظهور اول حاسوب او ظهور الحاسوب، اللي هو ايه الحاسوب ده؟ اسمه ايه؟ اسمه انياك. ردد معايا بعد اذنك. اسمه انياك. ظهور اول حاسوب اللي هو الانياك. وايه تاني؟ والصمامات المفرغه. ظهور اول حاسوب والصمامات المفرغه اللي هو اسمه انياك. عملوا اصلا الحاجه دي ليه؟ علشان او عملوا الحاسوب ده ليه او الصمامات المفرغه او الصمامات الفارغه عملوها ليه؟ عشان اغراض عسكريه. وحاجه كمان، ايه هي الحاجه الثانيه؟ الحسابات العلميه. عشان الاغراض العسكريه والحسابات العلميه مطالب منك انك تحفظ الجدول ده عباره عن ايه. هيقول لك والله في الاربعينيات حصل ايه؟ حصل ايه مثلا؟ هتقول له والله ظهور الحواسيب كذا، ظهور اول حاسوب اللي هو انياك، وظهور الصمامات المفرغه او الصمامات الفارغه. طب ماشي، هيجيب لك صح وغلط. هيقول لك ظهور كذا 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 في التسعينات، فهل ده صح ولا غلط؟ فانت المفروض تبقى عارف كل حقبه زمنيه او كل وقت من كذا لكذا، عارف ايه اللي حصل فيه وايه اللي ترتب عليه او استخدموا الحاجه دي في ايه. بمعنى ان عندنا في السبعينيات للثمانينات ظهور البيسيس. يعني ايه البيسيس؟ اللي هو البيرسونال كمبيوتر. انا بقى عندي كمبيوتر، وانت بقى عندك كمبيوتر، وغيره بقى عنده كمبيوتر. الكلام ده للطبقه الفارهه طبعا، مش احنا بس. الناس ظهر حاجه كل واحد بيبقى عنده حاسوب صغير كده عنده في البيت، غير الانياك اللي هو الكبير اللي هو كان في اوضه، اللي هو كان في واحد ولا اتنين بس في كل دوله وكده. تمام. اول حاجه الانياك ده كان موجود ليه؟ للاغراض العسكريه والحسابات العلميه. تمام، تتحفظ كده يا باشمهندس؟ تتحفظ كده. ليه؟ عشان هو قال لك ان احنا اول ظهور من الاربعينيات للستينيات اللي هم ال 30 سنه دولت، ظهر فيهم ايه؟ ظهر فيهم الحاسوب. اول حاسوب اللي هو اسمه ايه؟ اسمه انياك. بعيد واكرر عشان تحفظ معايا وتردد معايا، وانت كده كده السلايد مظهره قدامك، فانت شوف هي ايه وابدا قرر عشان تطلع من السيشن حافظها. ظهور الحاسوب اللي هو اسمه ايه؟ الانياك. وايه تاني مع الحاسوب؟ ظهور حاجتين اتنين: الحاسوب والصمامات الفارغه او الصمامات المفرغه. تمام. الصمامات دي اللي ايه؟ شويه انابيب، اللي هو زي بتاع الستاره دي، فهي فاضيه، فهي نفس الحوار بالظبط. دي اسمها صمامات مفرغه، فاضيه من جوه، بيتنقل فيها جواها التيار الكهربي والكلام ده، وهنعرف ايه اصلا فايدته بعد كده وايه عيوبه وليه اصلا الناس عملت ترانزستور. سيبك من الكلام ده، هشرحه كمان شويه. اللي مطالب منك دلوقتي ان انت عارف من الاربعينيات للستينيات ايه اللي حصل. ردد معايا وقول لي يعني قبل ما انا اشرح كمان ايه اللي حصل. ظهور الحاسوب اللي هو اسمه ايه؟ اسمه انياك. وايه تاني مع الحاسوب؟ عندك حاجه كمان اللي هي الصمامات الفارغه او الصمامات المفرغه. ظهور الحاسوب والصمامات المفرغه، ايه اللي ترتب عليهم او اتعملوا ليه او ايه الغرض من عملانهم او اللي هم اتعملوا ايه اصلا؟ عشان كان وقتها حروب. فليه؟ عشان اغراض عسكريه. هي الاغراض دي انت مش مطالب بيها، انت تحفظها كده، اللي هو اغراض عسكريه وكمان حاجه حسابات علميه. كده اتحفظت. الاربعينات والستينيات ايه التقنيه اللي اتعملت او اللي انشئت؟ ظهور الحاسوب اللي هو انياك. اول حاسوب اللي هو اسمه اللي هو مثلا منه انياك.
انياك ده معاه ايه؟ معاه الصمامات المفرغه. فانت تحفظها كده. ايه اللي حصل بعدها او ايه اللي ترتب عليها تاني؟ هتلاقي ان انا بقول لك ان استخدم في ايه، الغرض منه ايه، الحسابات العلميه، وايه تاني، والاغراض العسكريه. كده واعتقد بتحفظ كل معلومه هقول لك بنفس الطريقه، واقعد اكرر وازيد فيها. ليه؟ عشان تتحفظ ان شاء الله. بعد ما نخلص الخمس مراحل هتكون انت حافظهم ومش محتاج انك تذاكرهم كمان. تمام. تمام. قلنا السبعينات والثمانينات اللي هم 1700 1970 و1980، كل ال10 سنين دول، ال10 سنين دول. فالسبعينيات والثمانينات مش مطالب منك انك تعرف سنه كام بالظبط، لا، انت مطالب منك في كتاب المدرسه السبعينيات والثمانينات. ايه اللي حصل فيهم؟ قال لك ظهور البيسيز او الحاسوب الشخصي. ايه اللي ترتب على الحوار ده؟ انا بقى عندي حاسوب، وده بقى عنده حاسوب، وده بقى عنده حاسوب، وده عنده كمبيوتر، وده عنده كمبيوتر، وده كمان عنده كمبيوتر. فخلاص انا بدات، خلاص ايه اللي ترتب عليه؟ ان بدايه استخدام الفرد للكمبيوتر. كل واحد فينا بقى يعرف يستخدم الكمبيوتر عامل ازاي، او بدا يستخدمه، او بدا يتعامل معاه. هو الاول كان موجود في شركه، اللي هو انياك ده كان موجود في شركه. فالشركه دي ممكن مثلا موجود في اوضه كامله. ده كام؟ الاربعينات والستينيات. جينا الخطوه اللي بعدها اللي هي السبعينيات والثمانينات. ايه اللي حصل في الخطوتين دول؟ ظهور الحاسوب الشخصي او ظهور البيسيز، البيرسونال كمبيوترز. فظهور البيسيز اللي ترتب عليه بدايه استخدام الافراد للحاسوب او للكمبيوتر. تمام كده الاثنين؟ تمام كده الاثنين. قبل ما نخش على اللي بعده، في حد حابب يسال في الاثنين دولت؟ كله عمال يعمل لايك. تمام كده؟ ممكن تلخص لي يا مستر الدرس؟ ايه؟ تلخص من الأول عشان النت فصل عندي. الاربعينات والستينيات ظهور الحاسوب الاول، حاسوب اللي هو اسمه ايه؟ الانياك. ايه اللي ظهر مع الانياك ده؟ حاجه اسمها صمامات فارغه او صمامات مفرغه. ايه الصمامات المفرغه؟ هشرحها لك كمان شويه. تمام يا يوسف؟ تمام. ايه اللي ترتب عليه؟ استخدم في ايه قصدي، او الغرض منه الاغراض العسكريه، وكمان حاجه كمان الحسابات العلميه. كده انا حفظت اول مرحله. المرحله اللي بعدها السبعينيات والثمانينات. ايه اللي حصل؟ ظهور البيسيز، ظهور الحاسوب الشخصي. كل واحد فينا بقى عنده ايه؟ كل فرد مننا، احنا مثلا حوالي 12 او 15 موجودين في الميتنج. فكل واحد فينا بقى موجود عنده حاسوب. الحاسوب ده ايه لازمته او بيعمل ايه؟ او الغرض من ظهور الحاسوب ده ايه، او اللي ترتب عليه ايه؟ قال لك والله يا باشا، كل بدايه ظهور الحاسوب او بدايه استخدام الافراد للحاسوب، كل فرد مننا بقى يستخدم الحاسوب بتاعه. تمام. تمام. نخش على الفتره اللي بعدها التسعينيات. بيقول لك اتاحه الانترنت. ليه الانترنت ده؟ وقال لك ظهور الويب. انترنت عشان الناس تتاجر. والله بدل ما الناس يجوا من الصين يخشوا على الباب عندنا يخبطوا زي زمان يقول لك عندنا كذا وعندنا كذا، لا، هو احنا ممكن نعمل حاجه تجاره الكترونيه فالويب. الكلام ده ظهر امتى؟ في التسعينيات. الله اعلم في التسعينات في امتى في التسعينيات، بس كتاب المدرسه مكتوب تسعينيات بس. بعد ايه الغرض او التاثير على المجتمع في ايه؟ بيقول لك انتشار الوصول. والله في بضاعه في الصين انا موجوده، يعني انا ممكن اشوفها. ليه؟ عشان حاليا الموضوع بقى حلو. كل واحد بقى عنده بريد الكتروني. الامتحان عندك 50% مقالي، فانت لازم تحفظ للاسف. انا بحاول اشرح لك على قد ما اقدر المصطلحات، بحيث ان انت تكون حافظ المصطلحات وانت فاهمها. بس لازم تحفظ. مش هينفع تجيب 100 درجه غير لما تحفظ. ده للاسف في ماده البرمجه موجود في ماده البرمجه حفظ، فغصب عنك هتحفظ. تمام. تمام كده التسعينيات اتاحه الانترنت للاستخدام التجاري وظهور الويب. ايه اللي ترتب عليه او التاثير على المجتمع؟ ايه اللي تاثر على المجتمع؟ والله انتشار واسع للمعلومات في كل حته، وانتشار الانترنت والكلام ده كله والبريد الالكتروني. تمام. تمام. نخش اللي بعدها. بيقول لك العقد الاول من الالفيه، يعني 2000 وشويه، يعني من 2000 ل 2010. ايه اللي حصل في العقد ده؟ قال لك ظهور الهواتف الذكيه زي الايفون مثلا. والله يا باشا انت كان عندك هواتف زمان اللي هو مش ذكيه. حاليا ظهور الايفون نفتكرها بكده. والله انا مولود في 2000 وكذا، فتمام. انا ظهور الايفون من 2000 ل 2010. انهي سنه بالظبط ما يخصنيش. اسمه العقد الاول من الالفيه. تحفظها كده عشان هتجي لك في الامتحان كده، مش بالفهلوه، هو لازم تتحفظ. العقد الاول من الالفيه ظهور الهواتف الذكيه زي ايه؟ زي الايفون وغيره كتير. مستر، هو المنهج كله نظري بس؟ في نظري كتير للاسف. معلش يعني غصب عننا. في مع النظري في عملي. العملي ده ما اعتقدش انه هيجي في الامتحان، لكن في الامتحان كتاب المدرسه. العملي ده هيبقى بايثون ان شاء الله. نبدا نكتب اكواد ونحل على المنصه برضه. لازم تحفظي. انا اسف يا سلمى والله اني بقول لك لازم تحفظي وانا برمجه، بس لا، هو لازم تحفظي للاسف.
ان هيجي لك مقارنه يقول لك قارني بين كذا وكذا وكذا، فهتحفظي للاسف. قول يا محمد معاك. مستر، هو بالنسبة للحواسيب اللي هي الإنياك ديت، الحواسيب ديت بتبقى إزاي؟ برضو مش فاهم. بتبقى عاملة اوضه، إزاي؟ اجيب لك ثانيه، اجيب لك صوره ليها. النياك ده معمول ايه؟ بص بص، شايف الاسلاك الكتير قوي دي ملهاش لازمه، ودي الصمامات اللي هي الفارغه، شويه الحاجات ورا دي. دلوقتي بقى في ترانزستور صغير خالص كده اللي هو السي بي يو، اللي احنا قلنا المعالج. المعالج ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من ترانزستورز كتير. فالترانزستور اللي هو قد كده حاليا زمان كان كده، ده انياك. فعشان كده ما كانش حاسوب شخصي، ده كان موجود في شركه في اوضه كامله اهو. يعني انت شايف شكله عامل ازاي؟ شكله يخض اصلا، كبير قوي كده. فده الانياك. جايب الصوره دي منين؟ من الموقع. قلنا ظهور الهواتف الذكيه زي الايفون وغيره، اللي ترتب عليه انتشار سريع وواسع للانترنت. انا يا باشا عندي دلوقتي موبايل وانت عندك موبايل، وبنبعت لبعض اي حاجه. هبعت لك ستيكر، هبعت لك ارفع لك بوست على الفيسبوك وانت تشوفه، ارفع لك حاجه على اليوتيوب وانت تشوفها. فدي التليفون هو مستخدم في كده، الانترنت عموما. فالمعلومات بقت سهله، بقت لذيذه بمعنى اصح. يعني انت معاك موبايلك وانا معايا موبايلي، فانا هقعد استخدم الانترنت وابعت لك حاجه وتبعت لي حاجه. فده دليل عليه ايه اللي حصل له، او ايه التاثير على المجتمع بالنسبه لظهور الايفون. والله المعلومات بقت سريعه وبسرعه، وبتنتشر بسرعه كتير قوي عبر الانترنت. من خلال ايه؟ من خلال الهواتف المحموله، اللي هو خلال الهواتف الذكيه. تمام لحد هنا؟ تمام لحد هنا. بعد كده خدنا بقى بعد كده من العقد الثاني انتشار الحوسبه السحابيه. قلنا الحوسبه السحابيه دي اللي هي عباره عن ايه؟ تحفظها حوسبه سحابيه، مالكش دعوه بكلمه كلاود والكلام ده. دلوقتي احنا قلنا قبل كده ان في سيرفرات، وان انا كعمر مثلا حافظ البيانات بتاعتي في سيرفر معين، صح؟ البيانات بتاعت الطلاب دي كلها حافظها في سيرفر معين، فدي حاجه اسمها كلاود. معنى صح انا رفعت الفيديو اللي انا هصوره ده، او السكرين فيديو. انا دلوقتي عامل سكرين فيديو للشاشه، تمام؟ بطمن بس ان هو معمول يعني عشان ارفع لكم الفيديو. خدت السكرين فيديو وخدت الفيديو بتاعنا ده ورفعته على حاجه اسمها درايف. يا باشمهندس بعد اذنك انا عايز اشوف اللينك، عايز اشوف الفيديو، هعمل لك ايه؟ هبعت لك لينك واقول لك ده درايف. درايف ده ايه؟ حاجه كده موجوده على جوجل، انت غصب عنك بتخش تحفظ فيها المعلومات. عارف انت صور جوجل اللي بتجي لك من زمان يقول لك بقى لك 20 سنه ولا 30، يعني مثلا صوره بقى لها 10 سنين ولا حاجه. الحاجات اللي على الفيسبوك بيجي يقول لك صوره او من ذكرياتك منذ 5 سنين، منذ 10 سنين. الحاجات دي اصلا محفوظه فين؟ مش محفوظه على الجهاز بتاعك، او محفوظه على السيرفرات بتاعتهم. فالسيرفرات دي في حاجه اسمها حوسبه سحابيه، حاجه سحابيه، حاجه كلاود. امازون مثلا دلوقتي عندها سيرفرات بتخزن فيها معلومات للناس، فدي حاجه اسمها كلاود. عندك الموبايل اللي عندك على الواتساب بيقول لك اعمل نسخ احتياطي، فانت بتاخد نسخه من الواتساب بتاعك والرسائل بتاعتك والمحادثات، تحفظها في السيرفرات بتاعت واتساب. ليه؟ عشان لما اجي استخدم موبايل تاني اقول له استعاده النسخه الاحتياطيه. مش ده بيحصل معانا كلنا؟ فهو الحاجات دي متخزنه فين؟ متخزنه بره في سيرفرات واتساب ذات نفسها، مش عندي انا على الموبايل. انا معايا صور على صور جوجل محفوظه من زمان. هل الحاجات دي موجوده عندك على الجهاز؟ لا. موجوده على الهارد بتاع الجهاز؟ لا. محفوظه فين؟ في حاجه اسمها كلاود، او الحاجات السحابيه، الحوسبه السحابيه. فالحوسبه السحابيه بكل بساطه هي عباره عن اماكن معينه احنا بنحط فيها الحاجات. فهي عباره عن اماكن معينه، وليكن مثلا ده السيرفر الرقم 1، في الصوره رقم 1، الصوره رقم 2، الصوره رقم 3، وده الموبايل بتاعي اللي هو الهاتف الذكي. تمام؟ انا دلوقتي عايز الصوره دي، فهعمل ايه؟ جبت البيانات اللي عندي دي كلها اللي هي الصور هنا، خزنتهم هنا. الحته دي اسمها ايه اصلا؟ اسمها كلاود. العمليه دي اسمها كلاود. اللي هو ايه؟ بخزن الحاجه مش عندي انا، مش على السيرفر عندي، انا برفعها على جوجل درايف، برفعها على اي حاجه حاسوبيه. الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب، لما تيجي ترفع فيديو انت بترفعه على منصه يوتيوب، بترفعه على السيرفرات بتاع يوتيوب. الفيديو اللي انت بتشوفه ده مش انا اللي ببعته لك دايركت كده، مش بجيب الفلاشه واحطه لك، لا، انت داخل على اليوتيوب عشان تشوف الفيديو على اليوتيوب. فاليوتيوب اصلا مخزن الفيديوهات دي فين؟ في مكان معين هناك، وانت بتشوفه هنا. فدي حاجه اسمها فالحوسبه السحابيه، ان انت عندك البيانات على الموبايل بتاعتك. الفيديو بتاع اليوتيوب اللي انا هاخده من دلوقتي كان على اللاب، نقلته حطيته فين؟ على اليوتيوب، فتخزن في السيرفر بتاع اليوتيوب هنا رقم 1 ده. انت بموبايلك انت اللي هو الموبايل الثاني، وليكن محمد او سلمى او هاله او يوسف او اي حد، فعايز يشوف الفيديو ده، فبتعمل ايه؟ انت بتخش على الكلاود او بتخش على اليوتيوب وتشوفه. اليوتيوب ده ايه؟ اسمه حاجه تبع الحوسبه السحابيه، بيحفظ فيه البيانات. زي ايه؟ زي جوجل درايف.
عندنا حاجه مثلا جوجل درايف، لو محدش عارف فيكم الدرايف اكيد كلكم عارفين الدرايف، وليكن لو محدش عارفه فدي حاجه اسمها ايه؟ جوجل درايف، مكتوب جنبه لينك كمان. فجوجل درايف ده انا اهو حافظ فيه يا باشا، حافظ فيه في الفصل الاول تكنولوجيا المعلومات، حافظ فيه مثلا دي سي سي دي تبع بايثون، بروجكت انا كنت شغال عليه، استماره حجز ماده البرمجه والذكاء الاصطناعي مع باشمهندس عمر ابو رزق، ده موجوده اوريدي محفوظه هنا. طب يا عمر هل الحاجات دي عندك على الجهاز؟ لا، الحاجات دي موجوده على درايف. ممكن اجيب الحاجات دي بالموبايل، ممكن ابعت لك اللينك بتاعها وانت تخش تشوفها. فدي حاجه اسمها ايه؟ حوسبه سحابيه. فالحوسبه السحابيه بكل بساطه ان انا بجيب البيانات من جهاز برميها في سيرفر معين. السيرفر دي يعني زي الدولاب بتاعك كده بحط فيه الهدوم، اما اجي عاوز الهدوم تاني ما افضلش شايل الهدوم في جيبي كل شويه او هدوم معايا وانا رايح وانا جاي، لا انا باجي مثلا عايز الهدوم من الدولاب ده اللي هو الدولاب بتاعي، فبجيب باجي اخد الهدوم بتاعتي. وصلت؟ دي معنى الحوسبه السحابيه. تمام؟ حد مش فاهم اي حاجه في حوار الحوسبه السحابيه ده؟ كله بالنسبه لنا زي الفل وبيعمل لايكات، احلى لايكات، الله 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 يكبر بخاطركم. تمام هنعيد عليهم تاني الخمسه. قلنا من الاربعينات والستينيات ايه اللي حصل؟ ظهور الحاسوب الالكترونيه ومنها الانياك. الانياك ده احنا شفنا صورته دلوقتي، وحاجه كبيره كده ملهاش اي 30 لازمه، كبيره وفيها حراره كتير وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها مشاكل كتير. هنقول ايه المشاكل بعد كده، نسيبها دلوقتي. ظهور الحواسيب الالكترونيه اللي هو منها انياك، واستخدام الصمامات المفرغه او الصمامات الفارغه، الاثنين واحد. تمام؟ ايه اللي تاثير على المجتمع او ايه اللي حصل على المجتمع؟ الحاجات دي الحاسوب ده استخدم فين؟ في الاغراض العسكريه والحسابات العلميه. ده اللي احنا هرينا فيه وقعدنا حفظناه وبنكرر. قرر معايا وانت قاعد، ما تفضلش ساكت كده وخلاص، او قرري معايا وانت قاعده عشان تحفظي بدل ما تروحي تذاكري بعد كده. ما ابعت لكم البتاع. تمام دي اول حقبه. الحقبه الاولانيه منين لفين؟ الاربعينيات للستينيات. خش بعدها سبعينيات وثمانينات. فالسبعينات والثمانينات ايه اللي حصل فيهم؟ انتشار الحاسوب الشخصي اللي هو الايه؟ البي سيز، البيرسونال كمبيوتر. الاس دي اللي هي الجمع بتاعهم، البيرسونال كمبيوترز كلها. فالحواسيب الشخصيه ايه اللي ترتب عليه او اثر ده على المجتمع بايه؟ او الغرض منه ايه؟ والله يا باشا بدايه استخدام الافراد للحاسوب. انا بقى عندي كمبيوتر، انت بقى عندك كمبيوتر، هي بقى عندها كمبيوتر، هو بقى عنده كمبيوتر، فكل واحد بدا يستخدم الحاسوب الشخصي بتاعه. عندنا حاجه اسمها التسعينيات اللي هو 1990 وانت طالع لحد ال 2000. ايه اللي حصل في التسعينيات؟ بتاعه الانترنت الاستخدام التجاري. يعني ايه الاستخدام التجاري؟ دلوقتي زي ما قلت لك ان الصين عندهم منتجات بتاعتهم واحنا عندنا منتجات، فهم ممكن يبيعوا لنا الحاجات دي. استخدام تجاري وظهور الويب. الويب اللي هو ايه؟ اللي هو اي ويب، اي ويب سايت، اي حاجه موجوده، ياهو، ايميل، الكلام ده كله فهو تبع الويب. فل بعد كده اثر على المجتمع بايه؟ انتشار الوصول العالمي للمعلومات والبريد الالكتروني. انا معايا البريد الالكتروني بتاعك، معايا الواتساب بتاعك، فانا هبعت لك كل شويه، هبعت لك اي بيانات، اي معلومات، هبعت لك اي حاجه، صح؟ فده ادى ايه؟ الى انتشار الوصول العالمي للمعلومات والبريد الالكتروني. فل نسيب ده، نخش على العقد الاول من ال2000، من 2000 ل 2010. ايه اللي حصل في الحوار ده؟ ظهور الهواتف الذكيه زي الايفون وغيره. ايه اللي ترتب عليه او التاثير على المجتمع مع ظهور الموبايل؟ هو انتشار سريع وواسع للانترنت عبر الهواتف المحموله. كل واحد بقى عنده شريحه معينه بيشترك في الانترنت، بقى انت عندك انترنت وانا عندي انترنت، فالانترنت بقى سريع وسهل زي ما موجود دلوقتي. بس على ابطا طبعا، يعني دلوقتي بقى سريع قوي بعيدا عن مصر. يعني العقد الثاني فصاعدا، يعني من 2010 وانت طالع، ايه اللي حصل يا باشا؟ انتشار الحوسبه السحابيه زي ما احنا قلنا، اللي هو الدرايف، جوجل، الحاجات دي كلها، اي حاجه عليها، اللي هو امازون كلاود. يعني في امازون دلوقتي ما بتكسبش من البيع بس، لا بتكسب من الكلاود عموما، اللي هو السحابيه بقت من اشهر الحاجات دلوقتي، اللي هي اسمها ايه؟ AWS. لو حد شافها قبل كده، على العموم هوريك كل ده مع الوقت ان شاء الله ومع بعض. ايه اللي ترتب عليه؟ تحليل البيانات الضخمه والذكاء الاصطناعي والكلام ده كله. تقديم موارد التكنولوجيا في صوره خدمات عبر الانترنت. خلصنا من المقارنه البارده دي، نكمل. بسم الله نكمل طالما الناس فاهمه. بسم الله. قال لك اول حاجه قانون مور. والله يا باشا مور ده راجل طيب جدا. قال لك ان القانون ده هو مش قانون فيزيائي، قانون عادي. انا طلعت كده، انا راجل اسمي شكسبير، فهقول لك اي كلام، اي حكم. فاهمين انتوا الجداريات، الحاجات اللي بتتحط على التكاتك من ورا، فدي حكم برضه. فده بالنسبه لنا واحد اسمه مور. قال لك والله هو ده مش قانون فيزيائي، لا هو ده قانون. والله انا قاعد كده فاضي فاكتشفت
ان عدد الترانزستورات بيزيد بيتضاعف كل سنتين. يعني ايه يا عمر؟ يعني مثلا انا كعمر دلوقتي عندي ترانزستور، او عندي مثلا 5 ترانزستور. في سنه 2000 كان عندي 5 ترانزستور بس. حلو. الناس العلماء عملوا اكتشفوا او اخترعوا 5 انواع من الترانزستور بس. اسمه ايه ده؟ في سنه كام؟ في سنه 2000. وليكن ده مجرد مثال مش بالظبط يعني. فبعد كده راح جاي قايل لك ايه؟ والله في 2002 بقوا كام؟ بدل 5 بقوا 10. اتفضل يا مينا. يعني ايه ترانزستور اصلا؟ حلو. نرجع لمرجوعنا. انا قلت لكم في الاول خالص البرمجه عباره عن ايه؟ اما جينا عملنا كده قلنا دي كده بتقيد وبتطفي، صح؟ قلت لكم البرمجه يا جماعه هي عباره عن لمبات، حاجه بتقيد وتطفي، فهي 0 1. مش قلت لكم كده زمان؟ نسيبنا من دي نخش على اللي بعده. اما قلت لكم والله الكمبيوتر بيستخدم بنفس الحوار بالظبط. ليه الكمبيوتر بيفهم الزيرو والوان؟ عشان هو بيقيد ويطفي. فالكمبيوتر بيتكون من ايه؟ من ملايين من اللمبات. قلت لكم وقتها اللمبات دي اسمها ترانزستور، اللي هو في الرمود مثلا الحته الخضراء اللي موجوده في ورا في الرمود دي. لما الرمود دي تتكسر او اي لعبه بتتكسر الكترونيه يبقى في شويه حاجات، شويه لمبات وشويه حاجات من دي صغيره، دي اسمها ترانزستور. شايف انت البتاعه دي؟ ده اسمه ترانزستور، بس ده حاليا كويس يعني متحدث قوي. زمان بقى كان في حاجه اسمها صمامات مفرغه. الصمامات المفرغه دي كانت وحشه قوي، سيئه جدا جدا. طب يا هندسه ليه اصلا عملوا حاجه اسمها ترانزستور؟ لا هم عملوها عشان الصمامات المفرغه كانت وحشه. زي ما احنا قلنا قبل كده ان الهارد الاتش دي دي هو وحش قوي او بطيء قوي، فالناس اخترعوا حاجه اسمها اس اس دي. مش ده اللي احنا اتكلمنا فيه؟ والله اللي كان فيه الاول لغه برمجه معينه، الناس عملت لغه برمجه احسن واحدث. ليه؟ عشان دي بقت وحشه، عندها عيوب كتير. فعندنا الصمامات المفرغه دي لها 3 عيوب او عيبين. العيب الاولاني بتاعها ان هي فيها حراره كبيره. اما قلنا مش كان في قدامنا دلوقتي لو حاجات كتير قوي، كان اوضه كامله، فالاوضه الكامله دي فكانت بتحتاج كهرباء كتير، فكانت بتطلع حراره كتير قوي، وكانت بطيئه قوي في الشغل. فالناس اخترعوا حاجه اسمها ترانزستور. ترانزستور دي ايه؟ هي عباره عن نفس تعمل هي الحاجات بتاع الصمامات المفرغه بس على صغير. قلنا هندسه الترانزستور ده عباره عن ايه اصلا؟ او بيتكون من ايه؟ او ايه اللي باستخدام الترانزستور؟ والله احنا قلنا البيانات او المعلومات بتخش للكمبيوتر بثلاث حاجات، او مكونات الكمبيوتر ثلاث حاجات: انبوت واوتبوت والسي بي يو اللي هو المعالج، صح؟ فالمعالج ده بقى مكون من ملايين الترانزستورز، بيستخدم في ايه؟ في معالجه البيانات. انا اديت له امر والله يطلع لي فوق، انزل لي تحت، صغر لي، كبر لي، فهو يفهم كل ده ازاي؟ من المعالج. المعالج ده عشان يفهم مكون من ايه من جوه؟ من ملايين من الترانزستورات. كل حاجه كل ترانزستور مسؤول عن حاجه معينه. طب يا باشمهندس ايه الفرق؟ طب ليه ما خلوش الصمامات المفرغه وخلاص، او الصمامات الفارغه وخلاص زي ما احنا قلنا؟ والله يا باشا انت عايز تعمل جهاز زي ده فمش هتعرف تستخدم صمام مفرغ، لا لازم يبقى بالنسبه لك حاجه سهله وصغيره عشان تعرف تدخلها جوه الكمبيوتر. دي حاجه. تاني حاجه ان الحراره الصمامات المفرغه منها كبيره، فبتستهلك كهرباء كتير قوي، فبتطلع كفاءه قليله قوي، فبتستخدم كهرباء وبتطلع حراره والكفاءه بتاعتها قليله. دي 3 عيوب. الترانزستور جه عالج كل ده، قال لك والله يا باشا انا حيت حاجه صغيره بستخدم كهرباء اقل وبكفاءه اعلى قوي 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 قوي. فواحد كان اسمه مور قاعد يتابع السوق وقتها، وقال لك والله يا باشا انا لاحظت كده، لاحظت ان كل سنتين عدد الترانزستورات بيتضاعف. لو حد فيكم سمع حلقه للدحيح هنتكلم عن الاي اي وكده، فقال لك في بعد كده ان شاء الله الفتره الجايه في حاجه اسمها جين 4 او حاجه شبه كده، دي بقى هتبقى احسن من الذكاء الاصطناعي اللي موجود حاليا. في حاجه صغيره كده يعني، بدل الترانزستورات الكتير قوي ده عشان اللي الاوبن اي اي شغاله بيها، في حاجات صغيره قوي كده هتبقى احدث منها كمان. انت فاهم؟ فكل حاجه بتبقى طالعه صغيره بتبقى بترمي على اللي قبله. بمعنى صح، الكارت الميموري الصغير ده الاول كان لازم يبقى فيه هارد بس ما كانش فيه كارت ميموري، عملوا لك حاجه صغيره بحيث تتنقل وكده، فدي اخترعوها. عندك الفلاشه بقت حاجه سهله بتنقل عليها البيانات، بدل ما اقعد اجيب بتاع اسمه ايه، سي دي كبير او دي في دي انقل عليه البيانات، لا هو بقى فيه فلاشه. فالترانزستورز نفس النظام. كان عندنا زمان حاجه اسمها صمامات مفرغه،
قوالب كده كبيره فاضيه من جوه مفرغه عشان الكهرباء تعرف تمشي فيها. فدي حاجه اسمها صمامات فارغه او صمامات مفرغه. فدي اللي اكتشفوها امتى بقى لو انت مركز معايا؟ حد يقول لي اكتشفوها في انهي فتره فيه في الايام دي؟ انتوا فين؟ حد يفتح الأربعينات. المايك ويقول. من الأربعينات للستينات. الله ينور عليك يا باشمهندس، زي الفل، التكرار حلو برضه مش وحش. نخش على اللي بعده. قلنا قانون مور. والله قال لك يا باشا والله انا كنت قاعد كده زهقان، بس ده مش قانون فيزيائي، هو ليس قانون فيزيائي عشان اجي لك صح وغلط. قانون مور ليس قانون فيزيائي. هو ايه؟ وملاحظه ان لاحظت ايه يا عم مور؟ قال لك ان عدد الترانزستورات بيتضاعف كل سنتين. بمعنى ان انا في 2000 كان عندي 5 ترانزستور، 2002 بقى 10 ترانزستور. توقع كده على قانون مور او كلام قانون مور. ال 2004 بقى فيه كام ترانزستور؟ قلنا 5 وبقى 10، المفروض 2004 في كام ترانزستور؟ حد يفتح المايك ويقول. 15. لا 15. لا، احنا قلنا بيتضاعف مش بيزيد. فهنا 5 ضعف الخمسة كام؟ 10. ضعف ال10 كام؟ 20. 20. صح؟ في 2006 بقوا كام؟ بقوا 40. 2008 بقوا 80 وهكذا. كل حاجة عمالة تتضاعف تتضاعف تتضاعف. تمام لحد هنا؟ الناس معانا كله فل؟ زي الفل. عيد تاني يا مستر لو سمحت. اتفضل يا غالي. عيد تاني يا مستر. ماشي. قلنا قانون مور، الملاحظة القائلة أن عدد الترانزستورات اللي هي في الشريحة بيتضاعف تقريبا كل عامين. ايه اللي مش واضح في ده؟ واحد كان اسمه مور قاعد فاضي، قال لك ايه؟ والله انا لاحظت بناء على الترانزستورات اللي عماله تخترع كل شويه دي، انا عندي دلوقتي 5 ترانزستور. بعد سنتين لقيت مثلا بقوا 10 ترانزستور. بعد كمان سنتين ال10 دول بقوا 20. ال20 دول بقوا 40 وعمالين يتضاعف. فانا كده عرفت هي ايه هو قانون مور. هو قانون ليس فيزيائي. هو عباره عن ايه قانون مور؟ هي ملاحظه ان عدد الترانزستورات بيتضاعف كل سنتين تقريبا. بس ايه اللي مش واضح في دي؟ كل عامين تمام. هي كل سنتين. فل. وده شكل بياني بيقول لك اهو. والله احنا كان عندنا في 2004 2300 ترانزستور. عندك اللي بعد كده ده انواع البروسيسور يا جماعه. هيقول لك انا عندك بروسيسور كور اي 7 جيل 10 جيل 11 والكلام ده كله. فهنا الاعداد بناء على كلامه هو فعماله تتضاعف وهكذا. فل. الحاجات دي مطالب منكم في القانون ده ايه؟ انكم تحفظوا يعني ايه القانون ده. لو قال لك عرف قانون مور هتقول له هو الملاحظه القائله ان عدد الترانزستورات في الشريحه يتضاعف تقريبا كل عامين. قال لك التغيرات الاجتماعيه الناتجه عن التكنولوجيا والمعلومات. عندنا 5 تغيرات موجودين اساسيين. اول حاجه عندنا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا زي الفيسبوك زي الانستجرام زي التيك توك زي اليوتيوب زي الكلام ده كله. قال لك هي عباره عن ايه يا باشا؟ منصات تتيح للمستخدم التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعه. اسمي من اسمك يا اسماء. مش بس صديقتك، اقسم بالله مش ده كان ترند موجود؟ تمام. انا عرفت الحاجه دي منين وانتوا عرفتوا الحاجه دي منين؟ وناس منكم ضحكت دلوقتي وناس منكم بتسمع ومبسوطه قوي وانها بتسمع الترند ده دلوقتي في السيشن. بس دي معلومه. فالمعلومه انتشرت بسرعه. مين اللي عاملها؟ واحد شخص ما رفع الفيديو ده فانتشر. زي ايه مثلا؟ شيماء الكلام ده كله. فدي كلها ترندات كانت موجوده، حاجات معروفه كلنا عارفينها. الحاجات دي انتشرت ازاي؟ بوجود ايه؟ شبكات التواصل الاجتماعي. انا عملت لها شير، انت عملت لها شير، عملت لها ريبوست، عملت كومنت، عملت لايك، بعتها لواحد صاحبك، ايه الكلام ده كله. فقال لك شبكات التواصل الاجتماعي ايه لازمتها او هي عباره عن ايه؟ منصات. هي منصات. قال لك ايه؟ منصه تواصل اجتماعي. منصه الفيسبوك، منصه كذا او موقع كذا، الانستجرام، الواتساب، التليجرام، الكلام ده كله. دي كلها ايه؟ شبكات التواصل الاجتماعي. منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته. انا عايز اقول لكم ان السيشن دلوقتي الساعه 9:30 بعت لكم على الواتساب صح؟ فدي منصه تواصل اجتماعي. المنصه دي عملت ايه اصلا؟ والله قالت لي تتيح لكم انتوا او اتاحت لكم ان انتوا عرفتوا مني انا معلومه ان انا تواصلت معاكم، عملت لكم جروب وقلت لكم ميعادنا الساعه 9:30 ونشر المحتوى
والله البي دي اف ده يا باشمهندس بعد اذنك هيبعت لنا البي دي اف، فهبعته لكم. فده نشر المحتوى. او معلش اعمل لنا فيديو وانشروا لنا على اليوتيوب، فنشرته لكم. نفس القصه بالظبط، ومشاركته بسرعه. حاجه اسمها ايه؟ سوشيال ميديا نتورك كذا كذا كذا، منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعه. خلصنا من اول حاجه؟ تمام. هتجيلك في الامتحان ازاي؟ يقول لك عرف شبكات التواصل الاجتماعي. منهج رخم، منهج عايز حفظ، منهج عايز فهم قبل الحفظ عشان تعرف تكتب. انت هتحفظ فهتحفظ. قلنا ان منصات التواصل الاجتماعي عباره عن ايه؟ هي منصات تتيح للمستخدمين، بتتيح لهم ايه؟ التواصل، نتكلم مع بعض ومشاركه المحتوى عبر ايه؟ عبر الانترنت، او مشاركته بسرعه ونشره. تمام؟ دي التواصل الاجتماعي. خش بعد كده التجاره الالكترونيه. والله انا عجبني اي حاجه، انا عجبني اللابتوب ده فانا هطلبه وانا قاعد في بيتي. البنات مثلا عجبها اي حاجه في شي ان، فتعالى يا باشا خش اطلب، والله هات لي كذا كذا كذا، هات لي التنر الفلاني، هات لي كذا، هات لي الكريم اللي اسمه كذا. احنا مثلا كجيمر كبتاع، والله انا عجبني هارد فلاني فاطلبه اونلاين من على امازون، من على ايباي، من على نون، من على علي اكسبريس، من على كذا، من على كذا. فدي اسمها ايه؟ بيع السلع والخدمات والمنتجات وشرائها عبر الانترنت. زي ايه؟ امازون وايباي. هيقول لك عرف لي التجاره الالكترونيه. هي عباره عن ايه؟ بيع السلع والمنتجات والخدمات وشرائها عبر الانترنت. انا ببيع لك حاجه او انت بتشتري مني حاجه، فالبيع والشراء موجود عبر الانترنت. تمام؟ حد بيعرض الحاجه اللي عنده. فيعني ايه التجاره الالكترونيه؟ بيع السلع والخدمات وشرائها عبر الانترنت. انا اشتريت من واحد، فالواحد ده هو مدي البضاعه بتاعته لامازون، وامازون خد عموله معينه، وهكذا. فالتجاره الالكترونيه عباره عن ايه؟ بيع السلع والخدمات وشرائها عبر الانترنت. زي ايه؟ زي امازون وايباي، علي اكسبريس، نون، الكلام ده كله. تمام لحد هنا؟ هعتبره انه تمام، يعني هعتبره انه تمام. تمام. العمل عن بعد. انا دلوقتي شغال عن بعد ريموتلي يا باشا، مشغل الانترنت ومشغل جوجل ميت، وبقول لكم تعالوا. انا دلوقتي قاعد في بيتي بشرح ايه يا عمر؟ بشرح لكم. ممكن اقعد في بيتي، ممكن اقعد في الشقه اللي فوق، ممكن اروح اقعد في كافيه، ممكن اقعد في ورك سبيس، ممكن اقعد في مكتبه، ممكن اقعد في بلد تانية خالص غير مصر اصلا واشرح لكم عادي. فده عباره عن شغل ريموتلي، زي اي ناس شغاله في الشركات. اسمها شغاله ايش؟ انا شغال فريلانس. يعني ايه شغال فريلانس؟ والله انا جبت واحد مصمم قلت له بعد اذنك اعمل لي كذا، او منتج لي كذا، او اعمل لي بوستر للماده بتاعتي، او اعمل لي بوستر ان انا هبدا حجز مثلا دروس، وهبدا حجز اونلاين واعمل اعلانات. فده مين اللي اشتغل لي؟ هل انا اضطريت ان انا اجيب حد يشتغل معايا هنا؟ لا، هو حد موجود على النت. الشغل اسمه ايه؟ فريلانس، العمل الحر. فده نفس الحوار بالظبط. العمل عن بعد نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه. قلنا اي مهمه معينه. انا دلوقتي شغال عن بعد، بشتغل معاكم ازاي؟ انا مهمتي ايه؟ مدرس. بدل ما اروح في السنتر واقعد اكتب في السنتر والكلام ده، لا انا شغال اونلاين من بيتي، كينج برنس، قاعد في بيتي، في مروحتي، في تكييفي، في دنيتي، وانتوا في كل واحد منكم في مكان. ناس من الصعيد، وناس من القاهره، وناس من كذا، وناس من كذا، وحاليا كلنا ايه؟ شغالين. يعني دلوقتي شغل ايه؟ العمل عن بعد. اللي انتوا بتعملوه دلوقتي حاجه اسمه التعلم عن بعد، وهنعرفه كمان شويه، موجود برضه. بس احنا نركز دلوقتي في العمل عن بعد. نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه، اللي هو ايه؟ التدريس. منين؟ من المنزل، اللي هو زي البيت بتاعي ده، او اي موقع اخر بعيد، زي ما قلت لك، في كافيه، في ورك سبيس، في مكتبه، في استراليا، في امريكا، في اي مكان. مش لازم من البيت. الكلام ده عباره عن امتى او فين وازاي وبيتعمل ازاي؟ عبر الانترنت. العمل عن بعد هو نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل او من اي مكان بعيد. ازاي؟ عبر الانترنت. هو نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه. ايه هي مهامه ديت؟ او منين؟ من المنزل، او منين تاني؟ من اي مكان بعيد، او اي حاجه. ليه؟ او ازاي بيعمل الحاجه دي؟ ازاي؟ عبر الانترنت. دلوقتي الباشمهندسه هاله قالت لي يا باشمهندس النت كان قافل عندي، فما عرفتش ادخل في الاول، لما سالتها انت اتاخرت ليه؟ فده الشغل عبر الانترنت. النت لو مش موجود عندك فانت مش هتتعلمي. النت مش موجود عندي فانا مش هشرح او ادي وظيفتي كمدرس او حد بيشرح او انستراكتور. تمام لحد هنا؟ اتمنى يبقى تمام. فكده خدنا 3 حاجات من ال5. اول حاجه وسائل التواصل الاجتماعي، تاني حاجه التجاره الالكترونيه، وسائل التواصل الاجتماعي، تجاره الكترونيه،
العمل عن بعد، التعليم عن بعد. لسه هنقولها كمان شويه، هم 5. يمكن يجي يرخم عليك يقول لك سؤال مقالي بعد اذنك، بما ان احنا عندنا سؤال مقالي وبقى فيه 50% مقالي في الماده، يقول لك اذكر لي يا باشا التغيرات الاجتماعيه الناتجه عن التكنولوجيا. هتقول له والله هم 5: شبكات التواصل الاجتماعي، التجاره الالكترونيه، العمل عن بعد. هناخد الاثنين التانيين السلايد اللي بعدها اللي هي ايه؟ التعليم عن بعد. التعليم عن بعد هو عباره عن ايه يا باشا؟ زي ما احنا موجود كده، والتعليم عبر الانترنت نمط تعليم تقدم فيه الدروس والمواد التعليميه عبر الانترنت لتسهيل الوصول للمعرفه. انت راجل عجبك شرحي فجيت تسمع لي على اليوتيوب، صح؟ فده انت حاليا بتسمع الفيديو على اليوتيوب. فاليوتيوب بالنسبه لنا دلوقتي ايه؟ حاجه، اداه. في حاجه حصلت، صوره شغاله تمام؟ تمام. فقلنا التعليم عبر الانترنت هو نمط عمل تقدم فيه الدروس والمواد التعليميه عبر الانترنت لتسهيل الوصول للمعرفه. انت من الصعيد، انت من القاهره، انت من اسكندريه، انت من كذا، كل واحد من حته، يعني كلنا مش من مكان واحد. لو مكان واحد كنا جينا البيت هنا وشرحنا وظبطنا الدنيا. انما عشان انتوا بعاد عني، انتوا دلوقتي بعيد عني وانا موجود في مكان وانتوا في اماكن متفرقه، فتجمعنا كلنا واشتغلنا عبر الانترنت، او اديت وظيفتي في اللي فوق اللي هو العمل عبر الانترنت. ازاي بقى؟ عشان تتعلم التعليم عبر الانترنت. فاحنا كده الحاجه اللي احنا بنعملها دلوقتي حاجه من الاثنين. انا كعمر بالنسبه لي العمل عبر الانترنت اللي هو اسمه الريموتلي او الريموت وورك اللي هو انا بشتغل ده، وحاجه كمان اللي هو التعليم عبر الانترنت. دلوقتي احنا الاثنين بنتعلم، سواء اديتك والله دلوقتي في ميتنج زي ما احنا في ميتنج دلوقتي، ده رفعت لك الفيديو ده على اليوتيوب وانت دخلت شفته على اليوتيوب، او اي حد موجود على اليوتيوب جه شاف الفيديو عادي جدا. فده تعليم عبر الانترنت، نمط تعليمي تقدم فيه الدروس وايه تاني والمواد التعليميه عبر الانترنت. زي ايه؟ او ليه، او الهدف منها ايه؟ لتسهيل الوصول للمعرفه. انا والله دلوقتي عايز ابحث عن اي حاجه فهبحث، بخش اسمع فيديوهين 3 4، والله يا عمر شرحه مش حلو، فانا اشوف حد تاني بيشرح معاه واتابع معاه. عمر كويس في المتابعه فاركز معاه واشوف حد بيشرح تاني نفس الحوار، عمر شرحه كويس. وحد مش بياخد معايا اصلا هيخش يتفرج عليه على اليوتيوب، زي ما انتوا عرفتوني من اليوتيوب، زي ما انتوا عرفتوني من الفيسبوك، وجمعنا وبدات اشرح لكم انتوا. واصل لكم الفكره؟ فهو الحوار ده التعليم عبر الانترنت نمط تعليم تقدم فيه الدروس والمواد التعليميه عبر الانترنت. ليه؟ لتسهيل الوصول للمعرفه. خلصنا من ده، خلصنا من ده. نرجع تاني لخامس حاجه، الدفع غير النقدي. ايه هو الدفع غير النقدي ده يا باشمهندس؟ هقول لك والله يا باشا انت عندك فيزا، عندك بطاقه كده اللي هو البطاقه ميزه، فيزا، عندك انستا باي، عندك فودافون كاش. بما انكم كلكم دفعتوا له فلوس على انستا باي او فودافون كاش، فانتوا عارفين يعني ايه الدفع عبر غير النقدي. دفعتوا لي بانستا باي، دفعتوا لي بفودافون كاش. دي حاجه اسمها ايه؟ تطبيقات الهاتف، اي تطبيقات بقى، او اي كيو ار، او الفيزا، بطاقات مصرفيه. لو انت في مثلا في كارفور ولا حاجه فانت تدفع بكذا، في كافيه ولا قهوه او اي حاجه بتقبل بالكريدت او بتقبل بالفلوس، فانت هتيجي تشتري اي حاجه هيقول لك بعد اذنك حاسب لي، فادفع فلوس. ادفع ازاي؟ ادفع بالكارت بتاعك او البطاقه بتاعتك او الكريدت كارد بتاعتك. فهنا الدفع غير النقدي هو دفع قيمه السلع والخدمات بوسائل غير نقديه، فهي معروفه. دفع غير نقدي دفع قيمه السلع والخدمات بدل ما هي نقدي بديك وتديني، لا هو حاجه بوسائل غير نقديه. زي ايه مثلا؟ الفيزا، البطاقات المصرفيه، وتطبيقات الهاتف، ورمز الكيو ار اللي هو الان اف سي بمعنى اصح. تمام لحد هنا؟ تمام لحد هنا. قلنا 5 حاجات، 5 تغيرات ناتجه عن التكنولوجيا. حد يقول لي ايه هم؟ يفتح المايك ويقولهم لي، او يقول لي 3 منهم بس. هبعت لولي الامر ان هو كويس يعني. قولي يا هاله. ايه الاحترام ده ما شاء الله. قولي يا هاله. هاله رفعت الاول. قولي يا هاله اتفضلي. أقول اتفضلي. العمل عبر الإنترنت والتعليم الإلكتروني والتجارة التجاره أكمل الالكترونيه. تكملي. والتواصل الاجتماعي. فاضل واحده. عمل والتجارة والتعليم. وعمل فاضل واحده. عمل والتجارة والتعليم التواصل الاجتماعي. التواصل الدفع الغير الاجتماعي نقدي. والدفع الغير نقدي. زي الفل. قولوا يا محمد كمان مره. التعلم عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والدفع الغير نقدي والتجارة الالكترونيه. الإلكترونية و...
واللي هو التعلم عبر الإنترنت. زي الفل. احنا كده خلصنا الدرس بتاع النهارده، فهنقفل ونفتح ميتنج تاني حد حابب يسال في اي حاجه في اللي فاتت. ده انتوا شاطرين جدا وملتزمين بقى ما شاء الله عليكم. تمام. طب ايه رايكم في السيشن؟ طيب الناس تفتح المايك وتقول رايها في السيشن عشان نحطها على الفيسبوك او على اليوتيوب. لذيذة عامة، وحاسة الدرس اتبسط واتلخص. يعني أنا عامة كنت بكتب ورا حضرتك ولخصت، يعني أكتر ما هو أساسا كان بسيط جدا يعني. والحفظ لا، حافظة بأمانة، يعني تمام حاسة زي الفل. بس شوية. تمام. الناس بتطبل حلو. اللي بعد شرح كويس ومبسط جدا يا مستر. يا اسطى ما تطبلش بامانه، لا بامانه بجد، سيبك من التطبيل. بجد والله ما بطبلش يعني. خلصانه يا عم محمد. الف 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 شكر يا باشا. والناس الباقيه فاهمه طيب ولا حافظه ولا اي حاجه؟ ماشي يا عم مينا. ماشي يا سلمى. تمام.